طبعا انا ما عنديش تكييف اللي هو ايه العادي. انا دلوقتي ما عنديش تكييف، عندي مروحه عاديه. طبعا في مروحه عندي باظت، وطبعا المبرد ده اللي هو المبرد الصحراوي، التكييف الصحراوي، انا طبعا جبته امبارح، بس طبعا ما كنتش قادره اصور لكم بالليل بصراحه. طبعا الضمان بتاعه هو عادي، والكرتونه بتاعته اهي. تمام كده ماشي. بصوا بقى، بصي ادي ايه دوت الحته دي يا جماعه اللي هي ايه, لو حطيتي فيها تلج او حاجه، طبعا حاجه لما بتيجي تفصلي بيفرق الميه ايه بتاعته بتنزل. لكن طول ما هو شغال هتلاقي الميه عاليه هنا عادي، مفيش مشكله. تحطي فيها تلج، تحطي فيها اي حاجه، مفيش اي مشكله. تمام كده. بصي بقى، ده ان انت تشغليه مروحه او تشغليه مبرد، ده طبعا ان هو يحركك يمين وشمال، ده بيوقف خالص. طبعا بصوا بقى، دي بقى ايه يا جماعه، تظبطوا المروح بتاعته اللي هي البتاعه بتاعته. تمام كده، عشان يديكي هوا بيعمل كويس. تمام كده. وتحت بقى ده خزان الميه يا جماعه، تفتحوه، تفتحي ده، تمليه ميه كتير بس ساقعه. انا مليته ميه ساقعه طبعا، مش تمليه ميه سخنه، عشان يديكي تبريد. في التبريد احسن بكتير 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 من ان انت تشغليه مروحه. يعني بصي انا هستخدمه بالليل وانا نايمه، بيديك واحنا قاعدين كمان. بس انا ما قدرتش اصوركم فيديو بالليل. بيديكي لو مروحه بيديكي سخونيه يا جماعه ملهاش اي لازمه. لكن لو تبريد بيديكي حلو قوي 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 حلو. لو ايه حاجه على قد الايد وسعره على قد الايد. تمام. وده باتنين خزان، مش خزان واحد يعني من ناحيتين. الراجل قال لنا خدوا الاتنين، بلاش ايه تاخدوه بخزان واحد بس، ملوش اي لازمه. ده 55 يا جماعه لتر. تمام كده، يعني الحجم ده 55 لتر. عايزه تجيبي اكبر مفيش مشكله، هتحطي الميه بتاعته تسقع جدا في الفريزر. انا عايز ميه ساقعه كتير، وتجي تعملي قوالب تلج. تمام كده، قوالب تلج هتحطيها مثلا هنا. تمام كده. بتحطي الميه من تحت يا جماعه، لان ايه البتاع ده بيتفتح وبيتقفل. ده بيتفتح ويتقفل، بس خلي بالك لا ايه لا يتكسر منك. تمام كده. بتملي ميه 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 كتير هنا، وبتجيب